السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس الرفق بالحيوان، كتاب المدرسة، مادة التربية الدينية الإسلامية الصف السادس، صفحة 36 و 37. نقول بسم الله. ما تنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التدريبات والواجبات توصل لكم يا أبطال. يلا بينا. أول سؤال بيقولك هنا اختر الإجابة الصحيحة. ما المقصود بكبد رطبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتقول له كائن حي. لماذا دخلت المرأة النار بسبب القطة؟ هتقول له لأنها أهملتها. من صور الرفق بالحيوان التي حث عليها الإسلام، هتقول له سقايته وإطعام، إن احنا نسقي الحيوان ونأكله يا شباب. دي من صور الرفق اللي حث عليها الإسلام. طيب، ما الدرس المستفاد من قصة الرجل الذي سقى الكلب؟ هتقول له الرحمة بالحيوان سبب للمغفرة. الرحمة بالحيوان سبب للمغفرة. أكمل الفراغات التالية. حث الإسلام على الرفق بالحيوان لأن الرحمة بتشمل جميع المخلوقات. الرحمة بتشمل مين؟ جميع المخلوقات. الحيوانات تسبح لله كما ورد في سورة، هتقوله الإسراء الآية 44. دخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا كان يشعر بالعطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. من صور الرفق بالحيوان إطعامه وتقديم الماء له وعدم إيذائه. يبقى من صور الرفق بالحيوان إيه؟ إن أنت تطعمه، تأكله، وتقدم له وتحط له مية، وكمان ما تأذيهوش. طيب، يجب علينا ألا نحمل الحيوان فوق طاقته حتى لا نؤذيه. يبقى يجب علينا ألا نحمل الحيوان فوق طاقته حتى لا نؤذيه. ما هو زينا بالظبط، المفروض الإنسان ما يشيلش أكتر من طاقته عشان ما يتأذيش، وبرضه الحيوان يا شباب لأن ده روح. خلاص، دي صفحة 36. يلا بينا على صفحة 37. صفحة 37 بيقولك هنا كيف حث الإسلام على الرفق بالحيوان. هتقوله إطعامه وسقايته والرفق به وعدم حبسه أو إيذائه، وأن رجل غفر الله له لسقياه لكلب عطشان. يبقى إطعامه وسقايته والرفق به وعدم حبسه أو إيذائه، أن رجل غفر الله له لسقاية الكلب عطشان. كيف يمكن للإنسان أن يظهر الرحمة بالحيوانات في حياته اليومية؟ هتقوله يتفقد أحواله ومساعدته في الطعام والشراب وتوفير المأوى له. إن احنا نتفقد أحواله يا حبايبي ونساعده في الطعام والشراب، وإن احنا نوفر له المأوى. اذكر حديثا بيدل على وجوب الرفق بالحيوان واشرح معناه. هتقول له هنا مثلا ان في هنا رجل دخل الجنة بسبب سقايته للكلب. طيب، ما الأثر الذي يتركه الرفق بالحيوان في المجتمع؟ هتقول له الرحمة ولين القلب وزيادة الإيمان بالله. يبقى الرحمة ولين القلب وزيادة الإيمان بالله. ما الدروس المستفادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي حبست القطة؟ انت استفدت ايه من الدرس ده؟ هقول له البعد عن إيذاء الحيوانات حتى لا يؤذينا الله بسببها. يبقى البعد عن إيذاء الحيوانات حتى لا يؤذينا الله بسببها. اكتب قصة قصيرة عن شخص أحسن إلى حيوان وأذكر كيف كانت نهاية القصة وما النتيجة التي حدثت بسبب هذا الرفق، وأعطي قصتك عنوان جميل معبر. هتقول له مثلا كان الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن صخر الذي اشتهر بلقب أبي هريرة، وطبعا ده كان من أكثر رواد الحديث، ده من أكثر الناس رحمة بالحيوانات يا حبيبي، كان عنده رحمة بالحيوانات. كان لديه قطة صغيرة يلاطفها ويحملها معه
ويضعها في كمه أو على ذراعه ويطعمها مما يأكل. وكان الصحابة إذا رأوه مع هرته قالوا له يا أبا هريرة. وطبعا أبا هريرة وهو من أفضل رواد الحديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب هنا بيقول لك شارك أسرتك وتحدث مع عائلتك عن أهمية الرفق بالحيوان ومظاهر ذلك الرفق. هتقوله الرفق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي يكسب رضا الله. من مظاهره إطعام الحيوان وعلاجه وسقايته وحمايته وعدم تحميله فوق طاقته. يبقى الرفق بالحيوان ده واجب ديني وأخلاقي، وكمان بيكسبك رضا ربنا. من مظاهر بقى أو من مظاهر الرفق بالحيوان هتقوله إطعام الحيوان، علاجه وسقايته، حمايته وعدم تحميله فوق طاقته. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب. حلنا مع بعض صفحة 36 و 37. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو بمعلومة واحدة ما تنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. مع السلامة.